اهلا بيكم في صفحتي مملكة الحلويات. في فيديو النهارده هنعمل الفطير المشلتت. هنتعلم نعمل مع بعض ازاي نطلع فطيرة مورقة ومقرمشة. تابعوني خطوة خطوة لغاية اخر الفيديو علشان نشوف عملناها ازاي. اول حاجة هنا معايا 4 كوبايات دقيق سنبلة الفرات لجميع الاستعمالات، كوباية مج عليها معلقة سكر كبيرة، نص معلقة ملح، وقلبتهم وابتديت انزل بيهم على الدقيق بتاعي واحدة واحدة لغاية ما تتكون معايا عجينة متماسكة زي ما انتوا شايفين كده. ابتديت ان انا اجيب العجينه بتاعتي على الترابيزه او على الرخامه زي ما انتوا شايفين كده عشان هنشوف هنعمل فيها ايه. معايا هنا صينيه رشيت فيها رشه دقيق زي ما انتوا شايفين. بعد كده هشوف العجينه بتاعتي ديت هعمل فيها ايه. معايا كده مسحه من الزيت بخليها على جنب علشان هبتدي ان انا اقسم العجينه بتاعتي ل4 كور. نتابع يا جماعة الفيديو بالظبط علشان نمشي على التكات اللي احنا هنعملها بالظبط عشان تطلع معايا الفطيرة مورقة ومقرمشة، ما تطلعش مكتومة وهبطانة وتطلع منك في الفرن ناشفة جدا جدا وما يطلعش بصراحة خالص فطير. احنا النهاردة بنعمل فطيرة بنتحدى بيها المحلات والافران وكل حاجة. زي ما انتم شايفين ابتديت ان انا اقسم العجينه بتاعتي ل4 اقسام. حابه تعمليهم بقى قد بعض، واحده كبيره واحده صغيره شويه، طبعا ده بالنظر زي ما انت شايفه كده. انا قسمتهم ل4 كور. تمام يا جماعه، لغايه كده متهيألي هنمشي خطوه خطوه عشان هنطلع فطيره حلوه ان شاء الله، واكيد طبعا منكم هتطلع احلى واحلى. فطير المشلتت اصله سمنه بلدي، بجد من غير سمنه بلدي ما تحسيش ان انت كلتي فطير مشلتت. قسمت العجينه بقى بتاعتي ل4 كور زي ما انتوا شايفين كده، وحطيت بقى مسحه زيت في ايديا علشان هحط على الوش بتاع كل كوره منهم، علشان انا مش عايزه الكوره ولا تشقق ولا تعمل وش. وبعد كده هجيب كده احضر كيس نايلون او فوطه نضيفه عندي علشان هبتدي ان انا اغطيهم، علشان هسيبهم يرتاحوا ساعه علشان اقدر افرد كل كوره. لازم العجينه بتاعتي يا جماعه ترتاح حلو زي ما انتوا شايفين كده. لو انت حابه انك انت تضعفي المقدار بحيث ان انت عايزه تطلعي اكتر من فطيره هتضعفي المقدار بتاعك. حضرت كوبايه من السمنه البلدي اساس الفطير المشلتت. العجينه بقى بتاعتي زي بعد مرتاحت زي ما انتوا شايفين كده. هاجي بقى على الترابيزه او على الرخامه، اهم حاجه يكون ايه مكان واسع شويه او الرخامه بتاعتك واسعه او كبيره شويه. هبتدي ان انا احط معلقتين 3 من السمنه، وببتدي ان انا ابقى افرد الفطيره بتاعتي واحده واحده كده يا جماعه، وابتدي ان انا احط لها سمنه من تحتها والسمنه كمان من فوق، وببتدي ان انا افرد الفطيره بتاعتي كده زي ما انتوا شايفين. طول ما ارتاحت حلو طول ما هتتفرد معايا بطريقه سلسه زي ما انتوا شايفين كده. الرخامه بتاعتي تكون معلش واسعه شويه، طبعا احنا الجو برد جدا وبتبتدي السمنه على طول تشد على طول معايا، فعلى طول كده اكون سريعه يا جماعه. وببتدي ان انا افرد الفطيره بتاعتي علشان السمنه تحت الفطيره ما تشدش او تجمد معايا تقوم الفطيره تلزق في الرخامه او الترابيزه، لاني طبعا انا كنت هنا زي ما انتوا شايفين ببتدي ان انا اعملها بسرعه علشان ما تلزقش معايا في الترابيزه او الرخامه. ببتدي بقى ان انا بعد ما فردتها كده ببتدي ان انا احط سمنه بين الرئات. الطروف دي يا جماعه لازم زي ما بنقول كده نموتها، الطروف نموتها علشان ما تبقاش عجينه كده متماسكه جوه الفطيره بتاعتي او احس انها كتله من العجين. ببتدي ان انا طبعا ادوس على الطروف ديت خالص علشان تطلع جوه الفطيره بتاعتي رقيقه زي ما انتوا شايفين. بعد ما رقتها وحطيت بين الطبقات سمنه ببتدي الفها واسيبها على جنب. هعمل طبعا الكوره اللي بعدها بنفس الطريقه بالظبط. ابتدي ان انا افرد واشد يا جماعه واخفف العجينه كده، اجي من تحت العجينه يا جماعه وابتدي ان انا ارققها زي ما انتوا شايفين كده. اخد العجينه بتاعتي حته حته وابتدي ان انا اشد في الطرف. لو في اي طرف زي ما انتوا شايفين كده يعني اتقطع معاكي مفيش اي مشكله، كملي، مفيش اي مشكله بين ان اي حاجه تتقطع. مفيش اي حاجه. زي ما انتوا شايفين كده ابتديت ان انا اموت الطروف بتاعت العجين بتاعي علشان انا مش عايزه الطروف تبقى تخينه. وبعد ما بتتفرد ببتدي ان انا اجيب الجوانب على بعض واحط رقه سمنه، وببتدي ان انا اجيب الناحيه اليمين على الشمال وبرده بحط سمنه، وببتدي المها تاني وبرده بسيبها وارجع للكوره التالتة. عملت ال4 كورات بنفس الطريقه. طبعا لو انت حابه انك انت
انتي تضاعفي المقادير، انا عايزة مثلا الفطيرة مثلا يبقوا 2 أو 3. طبعا انا يعتبر من نص كيلو دقيق اللي هو 4 كوبايات عملت فطيرة، بس الفطيرة كانت كبيرة وكانت حلوة جدا جدا. حابة ان انتي تطلعي العدد مثلا فطيرة اصغر، هيبقى هتخلي مثلا كيلو دقيق ممكن يطلع من معاكي 3 فطيرات، بس الحجم هيبقى اقل شوية. زي ما انتوا شايفين برضو كده. نرجع تاني، ابتديت ان انا اعمل الطبقة التالتة بنفس الطريقة. بنفرد، بنحط سمنة، بنجيب الطبقة اليمين على الشمال، وبعد كده بقفلها وبحطهم على بعض. كده خلصت ال3 طبقات. نيجي بقى عند الطبقة الرابعة، ودي اللي هيبقى فيها كلام تاني. ابتديت ان انا برضو افردها بحرص كده يا جماعة، علشان انا عايزة بالذات الطبقة الرابعة تكون سليمة، علشان هي اللي انا هحط عليها ال3 طبقات التانيين. قطعت مني البسيط برضو مفيش اي مشكلة، نموت الطروف زي ما احنا متفقين. ابتدي بقى احط الجنب الشمال على الجنب اليمين علشان هشوف هعمل ايه. هجيب بقى ال3 كور اللي انا رققتهم زي ما انتوا شايفين كده، من كل طبقة والتانية سمنة زي ما انتوا شايفين، وحطيتهم على بعض، وهبتدي اقفل عليهم الطبقة الرابعة. وابتدي برضو احط في ايدي سمنة، وابتدي برضو ابطط عليها زي ما انتوا شايفين. اهم حاجة نمشي بالظبط يا جماعة على الطريقة، علشان تطلع معايا فطيرة بجد حكاية، وريحتها في حتة تانية خالص، والطعم مفيش كلام. ابتديت بقى ألم كده الطروف بتاعتي، وهبتدي ان انا احطها في صينية مدهونة سمنة، وكمان هسيبها كمان ترتاح ساعة. ليه بقى نسيبها ترتاح ساعة؟ علشان لما اجي افردها الفطيرة معايا تتفرد بكل سهولة. لكن دلوقتي بقى تعالي كده افرديها، لا يمكن، نستحيل ان هي تتفرد طبعا بنفس الطريقه اللي احنا بنفردها بيها كده. حته سمنه بقى بلدي على الوش زي ما انتوا شايفين. عدت الساعه وبعد كده ابتديت افردها. اهم حاجه في تركه كده كمان، الفرن لازم تبقى متسخنه على درجه حراره عاليه. اعلى درجه حراره عندك في الفرن اذا كانت 220 او 240، لازم الفطير المشلتت يخش على درجه حراره عاليه. اما لو دخل على درجة حرارة واطية الفطيرة طبعا مش هتقب، وطبعا وممكن تطلع منك عاملة زي الابلكاش. فطبعا انا هنا بعد ما فردتها زي ما انتوا شايفين كده، ابتديت ان انا احطها في الفرن. وبعد 10 دقايق، مرور 10 دقايق، ابتدت الفطيرة تعلى كده زي ما انتوا شايفين. اول ما الفطيرة بتاعتي تعلى بالطريقة كده زي ما انتوا شايفين، تعرفي ان الفطيرة بتاعتك صح. الفطيرة لو فضلت مكتومة وما قبتش لفوق، تحسي طبعا الفطيرة ما اتخدمتش حلو. الفطيرة بقى بتاعتي بعد ما طلعت، حتة بقى سمنة بلدي كمان على الوش، بس بجد الريحة كانت في حتة تانية خالص بتاعت الفطيرة. او الفطيرة بتاعتك كمان تعرفيها ناجحة اول ما تحسي ان الوش كده عامل زي القشور زي ما انتوا شايفين كده، بيبتدي يتكسر مني. بس بجد بجد طعمها كان في حتة تانية خالص. اللي حابب يعمل الطريقة بالظبط يمشي على الطريقة والمقادير مظبوط، هتطلع معاكي احلى فطيرة. لو انت حابة تصغري حجم الفطيرة ممكن، مفيش مشكلة، بحيث ان انت الكورة زي ما انا عملتها ممكن تقسمي الكورة على 2 حسب ما انت حابه، او تقدري انك انت ترققي. حاسه ان الكوره كانت كبيره معاكي ومش هتقدري ترققيها بالمنظر ده، يبقى خلي الكوره صغيره شويه بحيث ان انت تقدري تفرديها لو انت مبتدئه او هتطلعي اونلاين منها. هنا بقى الفطيره بتاعتي بعد ما بردت وهدت شويه، ابتدينا كده ان احنا نقطعها. بجد الفطيره بتتكلم عن نفسها. امال بقى لو شميتوا ريحتها، بجد ريحتها طعمها كان في حتة تانية خالص. جبنة بقى وعسل ونبتدي نشتغل، مش قادرة اقول لكم، بجد بجد عظمة. طبعا احنا عارفين الفطير بالمنظر ده بيطلع بأتمان غالية، عشان طبعا كله سمنة بلدي، بس بجد فطيرة مورقة مقرمشة، طعمها في حتة تانية خالص. العسل والطحينة والجبنة بجد مفيش كلام. هتحسي ان انتي كلتي احلى اكلة مصرية، مفيش بجد من الاخر. اهم حاجة يا جماعة زي ما انتوا شايفين بجد عظمة، احنا مطلعين النهاردة عظمة، مفيش كلام. تابعوني على صفحتي مملكة الحلويات عشان هنلاقي كل جديد. شكرا.